قبل أي كلام حضراتكم عارفين قناة مصر وطني، وصاحب قناة مصر وطني بيدعم وطنه، بيدعم مصر بكل قياداتها من رئيس الجمهورية حتى الشعب. كل واحد ليه دور بجوار الدولة العربية المصرية، وأنا بدعم بلدي بكل قوة. ولكن خلونا أقول لحضراتكم هنا في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في قناتكم اللي هي قناة مصر وطنية. موضوع نعمة مهدي ما بيجيش موضوع سوشيال ميديا ولا حديث سوشيال ميديا. الموضوع تحول هنا إن بنتها بتناشد جميع الدول عالميا من الداخل والخارج، العربية والأوروبية والأمريكية والأفريقية وإلى آخره وإلخ إلخ إلخ، بفيديوهات باللغة الإنجليزية. طيب لو في قضية فساد هنا بتوجهها الممرضة نعمة مهدي نحو أو اتجاه وزير الصحة خالد عبد الغفار، وبتقول إن هو نزل مصل أو صرح على مصل أو تطعيم لأحد المدارس أو لأحد الطلاب، وإن المصل ده أو التطعيم ده منتهي الصلاحية، بالإضافة إن في كمان ملفات أخرى بيتهموا بيها في الفساد. فهنا خلونا أقول لحضراتكم ده مش معنى إن أنا بدعم بلدي إن إحنا ممكن نشوف موضوع زي ده وممكن نغطي الحدث، ولكن في حاجة هنا يا سادة محترمين لازم أن تكون واضحة لحضراتكم، تكونوا واخدين بالكم منها جدا. طيب نعمة مهدي في التوقيت ده بالذات والتحديد ده بالذات يعني في الأزمة اللي هي بتمر بيها البلد اقتصاديا ومعنويا ومن كل الحالات، يعني احنا بنمر بأزمة صعبة جدا كمصريين، من حروب أهلية ومن حروب في الدول المجاورة لينا وحاجات أخرى كتير حضراتكم عارفينها وبتتابعوها دايما سواء على قناتي أو على أي قناة أخرى. ولكن مش قصتنا برضه إن هي ليه اختارت التوقيت ده بالذات، وهنا في حلقة مفقودة أو بل حلقات مفقودة في قصة نعمة مهدي، الممرضة نعمة مهدي. يعني بالراحة كده يا سادة محترمين يعني، ونبسط الأمر مع بعضنا. الحكومة لو عايزة تجيب نعمة مهدي إزاي من 8 شهور حتى منذ تاريخ نشر الفيديو إن هي سايبينها كده من داخل حجرتها أو من داخل منزلها 8 شهور، طبعا لا بتاكل ولا بتشرب ولا بيقطع النور ولا بيقطعوا الغاز عنها ولا بيقطعوا النت عنها، والأمر هنا في زي ما قلت لحضراتكم حلقة مفقودة. إزاي دي عايشة داخل منزلها أو داخل حجرتها 8 شهور من غير ما تتواصل بالأقارب بالحبايب بالأصدقاء؟ بيجي لها ازاي الأكل، بيخش لها ازاي الأكل؟ طب في ال8 شهور ما عدتش بأي أزمة مرضية لا هي ولا بنتها؟ فالأمر هنا معقد والأمر هنا غريب، ولكن كل اللي هي منتظراه الناس وخاصة الشعب المصري منتظر إن أي حد من القيادات المصرية أو المسؤولين المصريين من وزير من رئيس الوزراء حتى رئيس الجمهورية المصرية العربية إن يطلع يوضح الأمر. سايبين ليه النعمة مهدي تتكلم باللغة الإنجليزية وباللغة العربية وبتعمل فيديوهات مهينة جدا وخادشة للدولة بأكملها، بإن الدولة نايمة ومش عايزة تاخد خطوة إيجابية أو خطوة قانونية ضد اللي بتقوله أو مع اللي بتقوله الممرضة نعمة مهدي، ويتم التحقيق فورا وفتح الملف مع وزير الصحة خالد عبد الغفار إذا كان مخطئ، والكلام ده فعلا ينطبق عليه. الكلام اللي قالته نعمة مهدي وبنتها بينطبق على وزير الصحة، إنه توقع عليه العقوبة وياخد جزاته عشان ده فرد مصري في الأول وفي الآخر زيه زي أي فرد. وإذا كانت نعمة مهدي بتدعي بالادعاءات الكاذبة كما نعلم أو البعض يعلم فينا إن من وقت للتاني بتطلع علينا منظومة كده إحنا بنحاول نتخلص منها وبنحاربها وبنهاجمها،
بكل الطرق وبكل الأساليب حفاظًا على وطننا وحفاظًا على بلدنا وحفاظًا على قواعدنا وعاداتنا وتقاليدنا، إن هم عايزين يخرّبوا في البلد. إذا كانت من النوعية ديّة نعم مهدي، فمن السهل جدًا برضه إن الحكومة تطلع تفتح ملف القضية أو ملف الاتهام ده وتكشف الأمر وتوضّح حقيقة الأمر للشعب المصري وللعالم أيضًا اللي هو حاليًا دلوقتي بيشاهد الاستغاثات بتاعة نعمة